عاملين ايه؟ طبعا اللي ما سمعش عن الخصم اللي احنا عملناه، انا احب اقول لك خش كده شوف. احنا عملنا فيديو وكلمنا ان احنا عاملين نزلنا الاسعار. هو مش خصم، احنا نزلنا الاسعار 250 جنيه على السعر اللي احنا كنا مسعرينه، لان الدولار رايح شويه في السوق السوداء، فاحنا حابين ان احنا نفيد الناس باسعار كويسه ان شاء الله. طبعا لو الاسعار اتغيرت هتعرف ان بسبب المعلم مشمش، هم مسمينه مشمش عشان ايه ما يبقاش فيه مشكله، مسمين الموضوع ده مشمش، فهو ده سبب كل الازمات. احنا بفضل الله لقينا الاسعار ريحت نزلنا. مفيش حد في مصر عنده الحته دي ولا عنده الجراءه انه يعمل كده. انا اتمنى ان اي حد يغير من الفيديو ده ويقلد الموضوع ده في كل اي حاجه. يعني اتمنى ان احنا يعني الفيديو بقى مش شاف لاي حد، اللي هو يعني انت الاسعار بتتغير لما الدولار بيعلى، انت بتعلى فعلا عشان انت بتتاذى. لما الدولار ينزل انت كمان لازم تنزل، ده طبيعي، لازم الناس كلها تعمل كده. بنقول المقاسات في الفيديو وبنحط رقم هنا او هنا للتواصل. القطعه اللي تعجبك هتبعتها للناس تقول لهم انا عاوز دي. بنشحن لكل محافظات مصر 24 ساعه القاهره، من 48 ل 72 ساعه المحافظات البعيده على حسب المحافظه اللي حضرتك فيها. يلا بينا. دي قطعه يا جماعه مقاس 30 سكتشر ديسك عالميه. الديسك ده بتعمله كده، يعني بتعمله كده اهو، كده الجزمه اتفكت كده اهو، الجزمه اتربطت. قطعه مميزه جدا جدا ما شاء الله، تحفه. طبعا احنا عندنا سكتشر بفضل الله من هنا لحد لما يعني لحد ما انت عاوز. بص القطعه دي شبه الاير فورس بالظبط، قطعه مميزه جدا جدا. مقاس 30 يا جماعه، مجرد شكل، يعني ده الرباط مجرد شكل مش رباط حقيقي، عشان برضو لو انت ابنك بيعاني من موضوع الرباط. القطعه دي مقاس 24، فيها لايت زي ما انت شايف كده بتنور. طبعا انت ممكن تتحكم فيها تفصلها وتشغلها. تحف عندنا بفضل الله، تحف في كل حاجه. الفيديو ده فيه حاجات قد كده وفي حاجات مقاسات خاصه جدا جدا. مقاس 24 سكتشر. بص الجمال، بص الجمال. حديث بقى الولاده، مثلا مقاس كبير شويه، سنه سنتين 3 سنين. احنا عندنا شوزات من اول سنه لحد مقاس يعني زي ما انت عاوز 50. في مقاسات كبيره جدا موجوده لسه ما اتعرضتش، 37 23 سم. طبعا كل قطعه من دول احنا بنقول مقاساتها، ولو في ميزه زي كده اهو هنوريكم الميزه اللي فيها. ده بتغير الاضاءه فيها، وادي لون 2 3 4 5 كده، ولا انا كده انا كده بعيد، 6 7 7 الوان، 7 الوان. وتقدر تخلي لون يعمل كده، وتقدر تخليها بتعمل كل الالوان، تقدر تطفيها. يعني تتحكم في كل حاجه في الشوز ده. شوز عالمي طبعا، في شحن بيتشحن لو انت عاوز تخلي البطاريه تبقى اكبر، يعني تعيش وقت اطول. نفس الكلام برضو، ده اللايت ده برضو بيشتغل من هنا ويتفصل تاني. جزم تحفه. بص علامه الصاعقه، تحس ان هي ايه، واخده البرق بتاع السما، نفس الديزاين بتاعها. تحفه القطعه دي. انا ما قلتش مقاسها، المقاس بتاعها دي مقاسها 30 يا جماعه، 35 22 سم ما شاء الله. فردة قنبلة. طبعا في حاجات لسه جاية دلوقتي حالا، وفي حاجات انتوا اول مرة تشوفوها. مقاس برضو 30. المقاسات ال 30 دي عندنا بفضل الله كتير جدا. بص هم هنا حاطين لك كلمة اون واوف علشان تقدر تطفي اللايت وتشغله. بص اشتغل، اصل انا مش شايف. طبعا انت بتتحكم في الاضاءه دي. جزم ما شاء الله تحفه اصليه وباسعار تنافس جدا جدا جدا. 21 مقاس 21، حته كده البنوته لو عايز تهادي حد بهديه قيمه. مفيش احسن من الشوزات، لان دي بتريح الطفل من اول ما بيتولد لحد لما بيكبر. خلاص هو بياخد على حاجه معينه. انا مش عشان ببيع احذيه بس، فعلا فعلا احنا زمان كنا بنشتكي وما بنبقاش عارفين احنا رجلينا وجعلنا ليه، بسبب الكاوتشات اللي فيها مربعات عامله كده دي، عارفها؟ كنت تيجي تقلع الجزمه تلاقي رجليك عامله زي رقعه الشطرنج من التعب والوجع. بس طبعا نعمل ايه، اهالينا يعني كانوا هو ده المتاح يعني. فاحنا برضو ايه بنحاول نوفر الحاجات الحلوه المحترمه دي لكل الناس. طبعا اهالينا كانوا بيلبسونا احسن حاجه الحمد لله بفضل الله، بس بنتكلم ان الحاجات دي هي اللي كانت متوفره زمان. احنا الزمن بيتغير، لازم تريح اي حد عندك، اذا كان ابنك او مراتك تلبسه قطعه اصليه، ملابس بقى او احذيه، واحنا بنوفر كل ده ان شاء الله. في حاجات كتير قوي هتتعرض حلوه جدا الكام يوم دول. مقاس 30. بص التحفه دي، ايه الجمدان ده. بص بص التفاصيل، بص الرسمه عامله ازاي، الديزاين بتاع الفرده. طبعا دي لعبة معروفة. بص حركات ما شاء الله،
تحف برضو، تقدر تتحكم في الاضاءه دي وتقدر تقفلها. المقاس بتاعها 33. القطعه دي مقاس 33 بفضل الله. هتلاقي كل المقاسات موجوده. بص الروقان دي شبه الفانس بالظبط، بس دي مش فانس، سكتشر. طبعا مكتوب عليها اهي، ده سامبل نوت فور سيل، عينات لسه ما اتعملتش، لسه مش موجوده في التوكيلات عندنا هنا. احنا بفضل الله عشان بنجيب شغلنا كله من بره من امريكا، فبنعرف نوفر منتجات كويسه جدا وحاجات حديثه جدا. دي مقاس 36 23 سم، برضو فيها لايت زي ما انت شايف كده، تحفه. السكتشر يا جماعه غير الشكل، السكتشر مريح جدا، وبيعملوا كل الاشكال العصريه بصراحه. يعني بص دي مريحه جدا، مقاس 37 ونص 24 سم ونص طول القدم. انت لو بتدور على حاجه مريحه لرجليك، السكتشر احسن اختيار. 37 ونص 24 سم طول القدم. سكتشر باي بوبس، طبعا عاملين كولابريشن مع بعض، هي وبوبس، هي الابن الصغير للشركه، بيعملوا منتجات داخل الشركه تنافس نفسها. يعني هم كده برضو اعمل ايه، يعملوا سيرش كده وشوفوا الكلام اللي انا بقوله ده ايه الكلام. بص الحته دي محترمه جدا، كونفرس فيها تفاصيل رايقه جدا، عالميه. 37 23 سم ونص طول القدم. النايك المحترم اللي بألافات كتيرة قوي في التوكيلات عندنا هنا بفضل الله. يعني انت بتتكلم في 2000 وتحت ل 2000. 36 23 سم نايكي، الوانات محترمة جدا، تحفة. دي لونها جامد جدا. طبعا احنا في النايكي ده بيبقى اغلى حاجه في التوكيل. 36 ونص 23 سم طول القدم. اللي ما يعرفش برضو طول القدم ده يا جماعه، خش هتلاقي الجزمه فيها مكتوب الاسم اللي هو يوروب، اللي هو المقاس بتاع اوروبا اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو 43. وفي كلمه تانية اسمها سي ام، هو ده طول القدم. طابق اللي عندك، يعني طابق المقاس اللي عندك بالظبط، هتشتري قطعه من عندي بنفس المقاس، هتيجي على مقاسك بالملي. لو مش عارف اسالنا برضو هنقول لك ازاي تعرف السنتي. 37 23 سم طول القدم. فانس شتوي قنبله، جلد طبيعي. ده من هنا اهو جلد طبيعي زي ما انت شايف، من هنا اهو عالمي. سكتشر اير كلاود جوجا مات 23 سم ونص 36 ونص. الحاجات دي طبعا في الصيف بتبقى افضل واحسن، بس لما بيطلع معانا حاجه مميزه لازم نوريها لكم، عشان الحاجات دي مش بتقعد. 38 ونص 25 سم ونص. دي قطعه كده الجلد بتاعها مخمل كده، جلد محترم جدا، اللي هو ايه ملمسه بيكون ناعم كده شويه. طبعا جلد طبيعي محترمه قوي قوي قوي. عندنا برضو شويه سليبرات هنوريها لكم، بس بعد لما نخلص شويه الاحذيه الصغيره دول. بص التحفه دي مقاس 30 18 ونص سم. بص الفانس ده قنبله يا باشا، قنبله. حتى بص النعل معمول عليه رسمه معينه كده بشكل معين. سبونج بوب طبعا. وده ايه ده يا باشا؟ مين ده؟ تعرف مين ده؟ ده شمشون. انت شكلك بتاع كرتون. ده انا اي شمشومه هجيبك. ده شمشون. شمشون شمشون. هتلاقيه كده بيسرق الوصفه السريه. طبعا. اوب. يبقى الكلام ده ليه علاقه بالوصفه السريه. حسيتك كده احمد بتاع كرتون. ده قديم في المجال ده. الله اكبر عليك. سكتشر 30 مقاس 30، تحفه. فردة خفيفة جدا ونعلها طري جدا. الفردة دي كده الأطفالي والصغير خلص. نخش على السليبر وبعد كده نخش على الرجالي. عندنا أول سليبر ده يا جماعة توم هيلفيجر، المقاس بتاعه مقاس 10. عشاق الأناقة والتميز، التومي من أغلى السليبرات اللي موجودة عامة. جديد، مفيش حاجة فيهم يوزد خالص السليبرات دي، وكل اللي وريتهولكوا ده جديد. في فرع امبابة بنصور اللي هو اليوزد. 44 جس. طبعا الجس برضو من البراندات القوية بفضل الله. احنا معانا مفيش براند مش هتلاقيه. اللي عاوز حاجة تمشط له الدورة الدموية في رجليه، الناس اللي عندها مشاكل، اللي عندهم أملاح أو اللي عندهم أي مشاكل في كعب رجليهم، دي بتمشط الدورة الدموية. الفردة دي قوية جدا. 46 شبشب او سليبر محترم جدا. عندنا بومة بتاع المصايف والكلام ده 26 مقاس 40. بومة محترمة قوي، بنعشق البراند ده بصراحة، بيعمل حاجات مميزة جدا. ودي بولو مقاس 45. بولو مقاس 45. دي قطعة جس مقاس 37. طبعا الجس برضو من البراندات الغالية. بص الاندر ارمر ده 46 30 سم. اتفرج على الحلاوة دي، اتفرج كده. بص الكلام ده، بص هو ده اللي انت هتدوس فيه. يا رب يكون واضح في الفيديو.
طبعا يعني اعلى طبقه من الميموري فوم في السليبر ده. عندنا كروكس تاني هنا اهو، جه تاني كان عندنا قبل كده وخلص، مقاس 45 اللي بيدور على حاجه شتويه محترمه جدا. طبعا كروكس اصلي مليون في المية، واحترس من كلمة اصلي دي عشان في كروكسات كتير قوي في السوق مضروبة كتير قوي، والناس ما تعرفش ان هي مضروبة، بس احنا مش هنقول مين وفين، هم اللي بيبيعوا مضروب عارفين هم مين. 43 نايكي ده يا جماعة معمول للناس اللي بتروح في حمامات سباحة، اللي بيتمرنوا او عامة اللي بيروح حمام سباحة او هيروح مصيف او اي حاجة زي كده. طبعا في فتحات كده بتنزل المية تاني وما توقعكش وانت ماشي على البول. 46 طبعا تمبرلاند يا جماعة، تمبرلاند التحفة اللي بارقام كبيره جدا. تمبرلاند تاني 44 28 سم طول القدم. تمبرلاند اللي ب 12 دلوقتي وب 15 وعدى الارقام دي. طبعا تمبرلاند بيكون غالي فهو اغلى حاجه بيكون عندنا. القطعه دي ريتيرن، الوحيده اللي ريتيرن في الشغل اللي انا وريته لكم ده كله، وممكن ما تلاحظهاش بس انا بقول لك عشان هي ريتيرن. فيها ديفو من هنا اهو، فيها لسعه صغيره كده، جزمه حالتها حلوه جدا بس فيها ديفو. طبعا احنا عشان الديفو بتاعها ده برضو بنعمل خصم غير الخصم اللي احنا عاملينه. 44 ونص 29 سم. الفانس العالمي الاحمر، اللون الشياكه طبعا ده على الاسود بيبقى خطر جدا. الشوز ده يا جماعه انا عامل عليه خصم. ده بكام ده يا باشا؟ المفروض ده سعره كام؟ 1000. المفروض ان الجزمه دي يا جدعان على السعر الجديد ب 2300، عليه خصم اللي هو 250 جنيه وعليه خصم تاني 250 جنيه، يعني دي سعرها هيكون نازل من سعرها 500 جنيه عشان عندنا منها 4 مقاسات. اي حاجه عندي منها مقاسات بحاول ان انا امشي فيها، ما بحبش اقعد اي حاجه عندي خالص من الاحذيه. سكتشر 38 25 سم طول القدم. طب سكتشر دي من مارك نيسون برضه عاملين كولابريشن مع بعض، اعلى مستوى من الكاجوال لما بتلاقي سكتشر ومارك نيسون مع بعض، محترم قوي قوي. اللي جاي ده كله اعلى فئه جت في الاحذيه الفتره دي، فئه جامده جدا وعاليه جدا. 44 ونص 29 سم ونص. دي يا جماعه ريبوك كورد ادفانس، من الحاجات المريحه قوي 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 قوي. كومفورت يعني بص فود بيد، يعني بقول لك انت دايس في مرتبه. الله اكبر عليك والله بجد. انا هوريكم الفرش بتاعها عامل ازاي، لان الفرش بتاعها لما حطيت ايدي فيه حاجه رايقه قوي. الفرش بتاعها مش عايز يطلع، الفرش بتاعها ملزوق مش هيطلع، بس طبعا الفرش معمول من تحت من الطبقه دي طبعا التست بتاع الفرش، دي الطبقه بتاعته. بس الفرش مريح جدا جدا جدا، لما تروح لك هتعرف قد ايه الفرش ده مريح جدا. سكتشر 4 يعتبر 44 لان دي 28 سم، 43 بس 28 سم. انت هنا مش لابس حاجه خالص، هوا. الجزمه دي هوا. عشاق الايه الحاجات اللي سليب ان اللي على طول او السليب اون عامه، الحاجات اللي من غير رباط. 44 28 سم ونص. الشياكه كلها هنا. اللي بيدور على حاجه مريحه، انا معايا نفس الشوز ده، يعني بص لما بكون هتعب وهقف كتير جدا 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 النعل ده مريح بطريقه مش طبيعيه. ريسبونس سوبر، ريسبونس سوبر. الشوز ده يا جماعه السعر بتاعه هنا اهو، هحط لكم هنا او هنا في التوكيل سعره كده. احنا طبعا بنبيعه نص الثمن ده. في ناس بتبيعه على امازون، انا شفت اسعار 5 4 ونص. مفيش حد مثلا بيبيع مثلا ب 3 ونص او حاجه زي كده، احنا اقل من الكلام ده بفضل الله. كل موديل جامد وقوي اقدر اجيبه، بس احنا كنا حابين نجيب الموديلات الايكونومي شويه عشان خاطر الاسعار ما تزيدش. بس في موديلات هنا بريميوم قويه جدا هتشوفوا، كل اللي جاي بريميوم. 43 باسكت بول 27 سم. بص التحفه دي. طبعا الناس بتوع الباسكت بول والهاند بول كنا مقصرين معاهم جامد جدا الفتره دي. سكتشر جو ران عندنا منها مقاسات، دي 42 عندنا منها اكتر من مقاس. اسال عليه 4 مقاسات صح كده؟ اسال على المقاس بتاعك ان شاء الله هتلاقيه متاح ان شاء الله. جزمه محترمه جدا. مالتكس 46 مالتكس 30 سم طول القدم. الاديداس يا جماعه، الاديداس اللي بقاله فتره مش موجود عندنا غصب عننا، بيكون في اوقات مشاكل شويه في دخول الشغل لما بيتاخر انا بيكون غصب عني. 44 ونص 30 سم طول القدم. روبيك رويال محترمه جدا جدا جدا. بص الشياكه عالميه. بص يا باشا تحفه دي. 44 28 سم ونص. برضو الفرش بتاع الحته دي قوي جدا جدا، الفرش بتاعها كانك دايس في برضو في مخده. برضو هوبس اديداس 43 وتلت 27 سم ونص. حته كده كاجوال كده ايه تحفه رياضيه للناس اللي هي بتلبس قمصان، بتحب الحاجات البولو بالياقه مش عارف ايه الكلام ده.
الحاجات دي بتليق على الكلام ده جدا جدا جدا. بص العالميه دي بقى 44 28 سم، عندنا منها برضو قطعه او قطعتين مش فاكر المقاس، مفيش حاجه عندي مقاسات كامله خالص، بس في قطع بيبقى في منها مقاس او مقاسين، فلما بيكون موجود بقول عليه. بص الماظ، قطعه الماظ يعني، بص هي بتشف كده من جوه على النعل، حاجه محترمه جدا. الخامه بتاعتها طبعا مش عايز اقول لك عامله ازاي. دي يا جماعه راننج تويستر 46 وتلتين 30 سم طول القدم. بص الخطر ده ما شاء الله، برضو في التوكيل بتعدي فوق السبعات. الحاجات دي البريميوم في الموديلات اللي في اديداس، بس احنا ما بيشغلناش الكلام ده، احنا بنبيع بالسعر احنا جايبين بيه. جبنا غالي بنبيع بسعر معقول، جبنا رخيص بنبيع بسعر رخيص. 44 ونص 29 سم، دي قطعه واحده بس يعني. دي الماكس كوشن دي قطعه واحده، طبعا الماكس كوشن كان كله خلص، احنا جبنا ماكس كوشن تاني محترمه جدا. اللون ده مفيش منه تاني، لكن اللون ده عندي منه مقاسات بس مش كامله برضه. دي مقاس 41. ال 41 يا جماعه فيها تلبسه كبير شويه لان هي وايد، وش الرجل بتاعها عريض شويه. الماكس كوشن محترمه جدا جدا جدا، بفضل الله كانت عندنا من فتره وخلصت كلها وجبناها تاني. 44 28 سم ونص طول القدم. طبعا دي جت عندنا من 3 سنين واتكررت تاني طبعا، بس الاصدار حديث يعني، دي اصدار السنه، بكلمك شهر اخر 7 23 يعني، اتعملت في الشهر ده يعني، يعتبر ما كملتش 5 شهور تقريبا من الانتاج بتاعها. كل ما الموديل بيكون انتاجه حديث كل ما بيعيش مده اطول في رجليه. 44 ونص 29 سم. الريبوك ده قنبله، انا كنت بجيبه زمان. الريبوك ده يا جماعه معمول للناس اللي بتروح جيمات، اللي هي ليها تلبيس معين. قبل كده حد خده مني قال لي ايه وانا ماشي، حسيت انه بيزيق شويه. هو معمول لحاجات في حد ممكن يمشي بيه على مكتب او على باركيه او على طول الوقت بيمشي مثلا على سيراميك، او ممكن يعمل صوت صغير. في ناس بقى ايه بتبقى عايزه تركب سكتات، يعني المفروض يجيبوا للشوز والله اصل دي حصلت معايا زمان، رجعه عشان كان بيزيق. بس ده طبيعي يا جماعه، الشوز الاصلي بيعمل تزييقه، ده طبيعي يعني. احنا بنشرح كل حاجه لان احنا والله بنعاني. الشوز ده عندي منه 3 مقاسات، عندي منه 37 وتقريبا 38 وتقريبا 40 صح. طبعا اديداس المحترم حريمي تحفه رايقه جدا، الجلد بتاعها محترم، مش جلد طبيعي بس جلد يعني صناعي بس محترم جدا جدا جدا. اخر شوز معايا طبعا اصدار السنه، موديل السنه حديثه جدا. اخر حاجه كده كانت معايا، اي حد عنده اي مقاس احنا ما جبناهوش هنا في الفيديو ابعت لنا رساله قول لنا يا جماعه انا مقاسي كذا وما لقيتش حاجه مناسبه، هنبعت لك المتاح من الموجود عندي بس كده. بس بنحط هنا اللينكات، وعلى فيسبوك